هاي يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 من اخر فيديو. الفيديو النهارده اللي متابعني هيعرف النهارده هنتكلم على ايه. فالنهارده يا بنات اللي مش متابعني، انا البوكس ده او الشنطه دي انا مجمعه فيها منتجات انا كنت استخدمتها، حاجات خاصه بالشعر والبشره والجسم. استخدمتها تقريبا على مدار سنتين او سنتين ونص، وكل ما اجرب حاجه وتخلص احطها في الشنطه دي لحد ما جمعت كميه منتجات كتير قوي. والنهارده او مش النهارده، انا بقالي كذا فيديو بس على وقت متفرق، بقالي فتره بعمل فيديوهات او عامله سلسله، والسلسله دي كانت اكبر سلسله على اليوتيوب، فيها حوالي اكتر من 100 منتج انا خلصتهم وطالعه اقول لكم رايي فيهم ايه. بس انا حبيت ان انا اختصر السلسله دي في فيديوهات صغيره، يكون كل فيديو فيها حوالي 3 منتجات، هتكلم على 3 منتجات في الفيديو الواحد وبختارهم عشوائي من الشنطه. المنتج اللي بيطلع معايا بتكلم عنه بالتفصيل. وطبعا يا بنات خلينا متفقين ان المنتجات دي معايا بقالها تقريبا حوالي سنتين ونص ويمكن اكتر كمان، فالمنتجات دي هنلاقي فيها المقاطعه وهنلاقي فيها المصري وهنلاقي فيها من كل من كل البلاد. بس يا بنات للامانه الحاجات دي كلها خلصانه وانا طالعه اقول لكم رايي فيها، ليه؟ كمرجع ليكوا ترجعوا له في اي وقت عايزين تعرفوا اي منتج يعني عباره عن ايه او حلو ولا لا، من خلال الفيديوهات دي او من خلال السلسله دي. طيب يا بنات قبل ما نبدا، لو انت جديده معايا في القناه متنسيش تعملي سبسكرايب للقناه وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك اي فيديو انا بنزله على القناه يوصلك اشعار بيه. وبنوتاتي الحلوين هستنى لايكاتكم الحلوه وتعليقاتكم الحلوه. ويا بنات قولوا لي افكار حلوه في التعليقات، ساعدوني كده وادوني افكار. حابين تشوفوا ايه الفتره اللي جايه؟ حابين اتكلم عن منتجات ايه اجيبها واجربها واقول لكم رايي فيها وهكذا. فهستنى تعليقاتكم وهستنى افكاركم في التعليقات، ويلا بينا على الفيديو. طيب يا بنات انا قررت النهارده اتكلم على ال3 منتجات دول، وبصراحه انا اخترتهم مش عشوائي المره دي، يعني قررت ان انا اختارهم كده قبل ما اعمل الفيديو، ونويت ان شاء الله اتكلم على ال3 منتجات دول. فنبتدي باول واحد فيهم، مثلا نبتدي بالسبراي ده بتاع نيفيا او الديودرنت ده بتاع نيفيا. طبعا نيفيا بصراحه من قبل المقاطعه انا كنت بعشق الماركه دي، لان يعني كانت كل منتجاتها بصراحه حلوه. فطبعا هي نيفيا طبعا مقاطعه دلوقتي، والسبراي ده المفروض ان هو ديودرنت سبراي كده، اللي هو عباره عن بترش كده، والمفروض ان الرش ده بيتحول بعد شويه لبودر، فبيدي ملمس جاف او احساس جاف كده طبعا تحت الاندر ارم. المفروض يا بنات ان الفريجرانس بتاعت الديودرنت ده المفروض ان هي فريش اورنج، ريحته فعلا اورنج، او ريحته ازهار الاورنج، ريحته حلوه قوي كانت عجباني، ويمكن هو لما رشيت دلوقتي لسه فيه تقريبا شويه. فالديودرنت ده مكتوب عليه ان هو بيقعد او بيحمي لمده 48 ساعه، والمفروض ان هو مكتوب عليه ان هو مقاوم للتعرق. دايما اقول لكم ما تجيبوش الحاجه اللي مكتوب عليها مقاومه للتعرق. يمكن يا بنات من سنين كنت دايما اروح للديودرنت سواء رولون او سبراي او ستيك، كنت دايما اروح للديودرنت اللي مكتوب عليه مقاوم للتعرق. بس طبعا احنا اكتشفنا مؤخرا ان المكتوب عليه مقاوم للتعرق ده المفروض ان هو يا بنات بيسد المسام، وممكن يعمل حاجات تحت الجلد مش كويسه. او دايما اقول لكم بعدوا عن اي ديودرنت مكتوب عليه مقاوم للتعرق، لان ده بيسد المسام ومفروض على المدى الطويل بيعمل او ممكن يعمل اثار مش كويسه او مثلا حبوب تحت الجلد او كده. فطبعا الطبيعي لاي حد في الدنيا ان المسام دي يطلع منها العرق، والعرق دي عباره عن سموم اللي موجوده جوه جسمنا، فبتطلع في العرق تطلع السموم دي، فدي حاجه يا بنات صحيه لجسمنا. لا استخدم يا بنات اي ديودرنت مكتوب عليه مقاوم للتعرق، فانا كاني بعمل المنطقه بتاعت الاندر ارم دي بلوك كده، بقول للعرق ما تطلعش، بقول للسموم ما تطلعش. فطبعا دي بتبقى حاجه طبعا مش صحيه، لان السموم دي يا بنات بتتحبس جوه الجلد وممكن تعمل حاجات مش كويسه على المدى البعيد. بس للامانه اي ديودرنت مكتوب عليه مقاوم للتعرق هو فعلا بيعمل اللي بيقول عليه، وبيقعد 48 ساعه فعلا انت محميه من غير ولا ريحه عرق ولا ريحه اي حاجه. الحاجات دي
ممكن نستخدمها امتى؟ ممكن يكون طبعا بعيدا عن نيفيا، لان نيفيا زي ما قلت لكم مقاطعه، لكن اي سبراي او اي ديودرنت مكتوب عليه مقاوم للتعرق ممكن نستخدمه كحالات استثنائيه. لو احنا مثلا مسافرين مشوار طويل او طالعين مثلا من الصبح وهنرجع بالليل، زي ما بقول لكم دي حاله استثنائيه او حاله شاذه بتحصل مثلا مره في الشهر، مرتين في الشهر بالكتير، ان انا اعمل حاجه زي كده، ان انا ممكن اجيب حاجه زي كده. او لو هي عندك اوريدي بلاش ترميها واستخدميها على فترات بعيده، يعني مثلا مشوار مهم او ايفنت مهم انت رايحاه ولازم تكون ريحتك فيه كويسه، او انت مثلا رايحه انترفيو او رايحه مكان ممكن تتعرضي لتوتر شويه وممكن تعرقي زياده، ممكن في الحاله دي تستخدمي حاجه مكتوب عليها مقاومه للتعرق. لكن لو انت في امورك العاديه او مشاويرك العاديه او شغلك او كده، لا طبعا انصحك ان انت تحطي الديودرنت العادي اللي هو بيخلي العرق يطلع عادي، بس اللي هو بيطلع من غير ريحه او بيطلع مثلا بعد فتره او كده، اللي هو بيأخر ظهور العرق او بيخلي العرق يطلع من غير ريحه. وطبعا زي ما احنا عارفين يا بنات، قبل ما استخدم الديودرنت لازم اكون طبعا منضفه المنطقه بتاعه الاندر ارم دي كويس قوي. ويا بنات الديودرنت ده بيتجدد، طبعا انا بتكلم على الديودرنت عموما، بيتجدد يوميا، تاخدي الشاور بتاعك يوميا وتجددي الديودرنت ده، ما ترجعيش تاني يوم من غير شاور تحطي الديودرنت على طول. ده بيعمل حساسيه، بيعمل اسمرار، بيعمل حكه، بيخلي الريحه تزيد اكتر. يعني الديودرنت من امبارح او مثلا من الصبح وجيتي بالليل عايزه تجدديه، لازم لو انت مش عايزه تاخدي شاور، فلنفترض ان انت صعب تاخدي شاور او احنا في شتاء او كده، المنطقه دي بنغسلها كويس بغسول ونشفها بالمناديل كويس قوي، وبعد كده نحط الديودرنت بتاعنا، وكده تضمني ان انت ريحتك هتبقى حلوه والمنطقه هتبقى نظيفه. في نفس الوقت انت ما حطيتيش ديودرنت على ديودرنت قديم، فكده هتعملي مشاكل كتيره قوي للمنطقه. يا بنات لو انت طبعا عندك حاجه زي كده، انا بقولكيش ارميها او تخلصي منها، زي ما قلت لك لو في حالات او مشاوير او ايفنت معين او رايحه تعملي انترفيو والوقت اللي انت هتقعديه ده فيه توتر او فيه حركه كتير وانت حابه تحطي حاجه تبقى امنه اكتر، ممكن تحطي حاجه مكتوب عليها ضد التعرق. لكن غير كده ما انصحش ابدا للاستخدام اليومي، لانه هيسبب لك مشاكل على المدى البعيد. وطبعا ماركه نيفيا او السبراي ده كان بصراحه حلو قوي، بس زي ما قلت لكم، اولا هو مقاطعه فمش هجيبه تاني، ثانيا مش الاستخدام اليومي. طيب يا بنات، تاني منتج معايا النهارده وهو التونر بتاع بيزلاين. المفروض ان التونر ده انا يمكن مستخدماه من اكتر من سنه او يمكن سنتين كمان. التونر ده يا بنات انا استخدمته من اول ما ماركه بيزلاين نزلت في مصر. وماركه بيزلاين للي ما يعرفش هي ماركه لبنانيه، يعني بيزلاين معانا مش مقاطعه، بس للاسف التونر ده انا ما كررتوش تاني، فيمكن ما لقيتش عليه نتيجه كويسه، لان المفروض ان هو تونر مكتوب عليه ان هو بيفتح البشره وبيديها اشراقه. والحلو في بيزلاين عامه يعني كماركه ان هي منتجاتها كلها مواد طبيعيه، مفيهاش مواد كيميائيه. طبعا ممكن تكون فيها مواد كيميائيه بس بنسبه صغيره كنوع من انواع ان هو يحفظ المنتج، لكن غير كده هي كل مكوناتها حاجات طبيعيه. وده اللي مغلي الماركه دي. الماركه دي يعتبر ما كانتش رخيصه، انا لما كنت جايباه التونر ده كان تقريبا من سنتين او حاجه كان ب 200 وشويه، فكان ساعتها غالي. فيمكن دلوقتي انا بصراحه ما اعرفش سعره كام او ما اعرفش اسعار الماركه دي دلوقتي بقت كام، بس يمكن دلوقتي بقى مثلا الضعف او كده. فللاسف هو ما عجبنيش بصراحه، ريحته كانت حلوه. فيا بنات زي ما قلت لكم ان ماركه بيزلاين الحلو فيها ان كل مكوناتها طبيعيه، ودي حاجه مفيده جدا للبشره، بالذات كمان التونر ده ان هو فيه غذاء ملكات النحل، وغذاء ملكات النحل ده حلو جدا ومغذي جدا للبشره، حتى لو احنا خدناه كمان بالبق. يعني دايما يقولوا لك ان غذاء ملكات النحل ده مفيد جدا للجسم، فما بالك بقى لو هتحطيه على بشرتك. وكمان يا بنات كان حلو لان حجمه 200 مللي، والحجم ده يعتبر كويس جدا يعني بيقعد فتره طويله. بس هو زي ما قلت لكم للاسف ما لقيتش عليه نتيجه كويسه، وكمان كان غالي ساعتها، فعشان كده انا ما قررتوش. هو المفروض ان هو فيه ميه ورد وان هو فيه فيتامين سي وفيه فيتامين بي 3، فالحاجات دي كلها حسيت ان هي مكتوب عليه ان هو كمان فيه مكونات بتحفز شد البشره وبتغذيها وبتحكم او بتنعم التجاعيد. بصراحه الحاجات دي كلها انا مش لقيتها، او تاثيره ونتيجته ما كانتش قد كده. وخلينا متفقين يا بنات ان اي منتج للبشره
لما بيكون كل مواد طبيعية اعرفي مليون في المية ان نتيجته هتتأخر. يعني انت ممكن تلاحظي نتيجة في التونر ده يمكن مثلا في اواخره، تبتدي تلاحظي مثلا في فرق بسيط. فاهمين؟ دايما الحاجة اللي مكوناتها طبيعية اعرفي ان نتيجتها او تأثيرها هيكون على المدى البعيد، او هتشوفيه وهتلاحظيه متأخر، عكس الحاجة اللي بيكون فيها مواد كيماوية كتير ممكن تلاقي تأثيرها بان من اول العبوة او من اول استخدامك. لكن دايما اعرفي ان الحاجة اللي هي فيها مواد طبيعية وكلها مواد طبيعية اعرفي ان تأثيرها ممكن يبقى متأخر شوية او بعيد شوية على اللونج ران كده. لكن انا للاسف ما جربتش او ما كررتش المنتج ده تاني، وما اعتقدش ان انا هجربه. فبنات انا يمكن اجرب منتجات تانية من الماركة بتاعت بيزلاين دي، انا عايزة بس اوريكم شكله، لكن هو مش هجربه تاني ما اعتقدش. فعايزة اقول لكم كمان فكرة يعني او معلومة يمكن البعض منكم مش عارفها، وهي ان فكرة التونر يا بنات كمكون او كحاجة بندخلها في الروتين بتاعنا سواء المسائي او الصباحي، هي فكرة يا بنات مش ضرورية. يعني اللي يفتكر ان فكرة التونر ضرورية جدا في الروتين يعني هو فاكر غلط. التونر يا بنات انا شايفة ان هو دوره مش مهم قوي، يعني في حاجات تانية ممكن تقوم بدوره، يعني مثلا مية الورد ممكن تقوم بالمفعول بتاع التونر. فانت لو انت بتستخدمي تونر ايا كان ماركته ايه وحسيتي ان هو تأثيره حلو على بشرتك، تمام استمري عليه وهاتيه مرة واتنين وتلاتة. لو انت حسيتي ان التونر اللي بتستخدميه ملوش اي تأثير، بل بالعكس ممكن يكون بيعمل اثار سلبية، يعني زي ما قلت لكم انا حسيت ان ده ممكن يكون بيطلع لي حبوب شوية ساعتها، الكلام ده من سنتين، فيمكن عشان كده ما كررتوش تاني، وما حسيتش كمان التأثير الواو او الاشراقة الفظيعة اللي بيقول عليها او اللي هو التفتيح او كده. فعشان كده بقول لكم فكره التونر مش اساسيه. لو انت عندك تونر واستخدمتيه ولقيتي تاثيره حلو على بشرتك استمري عليه وهاتيه تاني. انما لو انت حسيتي ان التونر اللي بتستخدميه ما بيعملش التاثير الفظيع او الواو، فبلاش اصلا تستخدمي فكره التونر لانها ممكن تعمل نتيجه عكسيه لبشرتك. فيمكن المعلومه دي مش الكل عارفها بس حبيت اوضحها لكم. وكمان يا بنات التونر عامه مش اللي هو بحط على قطنه وافضل امسح، لا التونر انت بتحطي شويه على ايدك صغيرين وبتعملي كده وتبتدي ان انت تطبطبي على بشرتك وتخلي بشرتك تمتص التونر بتاعك. هو يا بنات الهدف من التونر اصلا ان هو المفروض ان هو سائل كده او ميه، المفروض ان احنا بنحطها على بشرتنا عشان تقفل المسام، عشان نبتدي نحط بقى ايه بقيه الروتين بتاعنا او نبتدي نحط الميك اب بتاعنا. فلو انت مش محتاجه تونر لبشرتك انا منصحش ان انت تستخدمي تونر في الروتين بتاعك. وده كان رايي في تونر بيزلاين. اخر منتج معايا النهارده، ويمكن اللي عارفني او متابعني كويس هيعرف رايي في السيروم ده. ده سيروم إلزافيكا. سيروم إلزافيكا ده سيروم هايلورونيك اسيد، يمكن اتكلمت عليه قبل كده يا بنات في القناه عندي كذا مره. ده يمكن من تاني احسن سيروم هايلورونيك اسيد انا استخدمته. الحلو فيه ان هو كوري فمش مقاطعه، الوحش فيه ان هو القابي منه موجود اكتر بكتير من الاصل، فهو سلاح ذو حدين. لو عرفتي تجيبي المنتج الاصلي من السيروم ده، انا عايزه اوريكم شكله، اكيد كلكم او معظمكم شفتوه على النت او جربتوه او شفتوه مثلا في الصيدليات او كده. انا عايزه اقول لك لو هتجيبيه او لو ناويه تجيبيه اتاكدي مليون في الميه ان هو اصلي. تعرفيه امتى ده؟ تعرفيه من المكان اللي بتجيبيه منه. هاتيه دايما من مكان انت واثقه ان هو بيبيع منتجات اصليه تمام الثقه، لان يا بنات المنتج ده بالذات التقليد منه اكتر بكتير من الاصلي. واعرفي ان التقليد عمره ما يعمل لك نفس التأثير بتاع المنتج الاصلي في اي حاجة بقى ايا كان. انت ما جبتهوش اصلي اعرفي ان انت مش هتاخدي منه اي نتيجة، ويمكن تاخدي نتيجة عكسية. وده طبعا كلامي على كل المنتجات مش المنتج ده بس. منتج التقليد اعرفي ان انت يا اما هتضري بشرتك بسعر قليل، وساعات بيبيعوه بنفس السعر، انتوا متخيلين ساعات بيكون كوبي او تقليد وبيبيعوه بنفس السعر الاصلي، فانت تتلخبطي زياده. فاهم حاجه؟ اتاكدي ان انت جايباه من سيلر او صيدليه او مكان موثوق منه. اللي عايزه اقول لك لو حطيتي الاصلي جنب الكوبي استحاله تفرقي بينهم لان هما الاتنين واحد. ده يا بنات لو جبتيه اصلي هتاخدي منه احسن نتيجه. انا عايزه اقول لكم ان هو حلو جدا للبشره،
انا اعتقد ان هو بيناسب كل انواع البشره. لو حطيتي السيرم صح على بشره منديه وبعديها بدقيقتين 3 حطيتي الكريم المرطب بتاعك، ولازم تكوني متاكده ان الكريم المرطب اللي هتحطيه بعد اي سيرم لازم يكون ملائم او مناسب لنوع بشرتك. ما تحطيش كريم مرطب والسلام. تاكدي ان هو هيعمل لك ترطيب حلو قوي للبشره، وهيضيع او هيقلل جدا لو في علامات او فاين لاين موجوده في البشره الرفيعه. اكيد ان هو هيضيعها لك مع الاستمراريه. حاسه ان هو بيحسن ملمس البشره، بيعمل امتلاءه بسيطه كده وحلوه واشراقه للبشره. فبصراحه السيرم ده تاني احسن سيرم هايلورونيك اسيد انا استخدمته، ده اسمه الزابيكا وهو كوري. بس كده يا بنات، الفيديو بتاعنا خلص النهارده. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. اللي مش متابعني يا بنات اتاكدي ان انت عامله سبسكرايب للقناه. ويا بنات لو الفيديو عجبكم فعلا عرفوني باللايكات الكتير. كل ما كان عدد اللايكات اكتر كل ما هعرف ان فكره الفيديوهات دي بتعجبكم وان انتوا بتستفادوا حاجه من الفيديو. تعليقات حلوه كتير ولايكات حلوه كتير، وقولوا لي افكار حلوه زيكم كده في التعليقات. واشوفكم في فيديو جديد على خير، ومع السلامه.